كل يوم كانت بتحط لولادها منوم في الشاي علشان تقدر تطلع السواق عندها، وابنها فجأة صحي، واللي عملته هي وعشيقها في ابنها كان كارثة. طبعا قبل ما أبدأ حكاية النهاردة لا يحل الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية الحكاية من بنت في الثانوية حبت المدرس بتاعها بجنون، لدرجة إنها حاولت أكتر من مرة إنها تلفت نظره وهو كان بيتجاهلها. المدرس ده كان أكبر منها ب20 سنة، وكان لسه مطلق، وسبب الطلاق إن مراته ما بتخلفش. هنا فضلت تحاول معاه كتير، وهو كان عارف إن ده حب مراهقة وهيروح لحاله، لدرجة إنها جت في مرة وطلبت منه إن هو يجي يديها درس في البيت، وهتاخد الدرس ده لوحدها. وفعلا وافق وجالها علشان يديها الدرس. أهلها كانوا بيثقوا فيه جدا، لدرجة إن هو كان بيقعد في الأوضة بتاعتها وكانوا بيقفلوا الباب علشان يديها الدرس. في الوقت ده البنت بدأت تغري المدرس وتلفت نظره أكتر من مرة، وطول الوقت كان بيصدها، لأنه كان عارف ومتأكد إن ده إحساس طبيعي لأي بنت تجاه المدرس بتاعها. بس في الوقت ده جت وواجهته وقالت له إنها بتحبه، وبتحبه بجنون، وإنها عايزة تتجوزه. فضل يضحك في البداية وقال لها إن هو أكبر منها، وإنه في سن والدها ومش هينفع، وإن المشاعر دي كلها مشاعر مراهقة وهتروح على طول. بس البنت صممت وبدأت تغريه وبدأت تكلمه وتوجه له نظرات، لدرجة إن هو ضعف قدامها وبدأ يبادلها نفس الشعور. ومن هنا بدأ يحصل بينهم وبين بعض التجاوزات، بما إنهم قاعدين في الأوضة لوحدهم. واتطورت العلاقة ما بينهم وبدأوا يتقابلوا في شقة المدرس، وحصلت ما بينهم أول علاقة وفقدت عذريتها. في الوقت ده المدرس ضميره أنبه، وقال إن هو لازم يصلح غلطته بأي طريقة. وفعلا راح يقابل أهلها علشان يطلبها منهم. فضلوا يستهزئوا بيه ويقولوا له أنت ما عندكش دم، أنت قد أبوها، أنت ما بتشوفش نفسك في المراية، أنت لو مشيت معاها هيقولوا دي بنتك، أنت لو كنت خلفت كنت جبت بنت قدها. وطردوه. ساعتها البنت قررت إنها تروح تقول لأهلها على كل حاجة. وفعلا أول ما راحت اعترفت لهم، أهلها طلبوا المدرس وقعدوه وقالوا له خلاص إحنا موافقين على الجوازة. وجوزوها فعلا للمدرس وقطعوا علاقتهم بيها نهائيا، وهي راحت عاشت معاه في نفس الشقة اللي كانوا بيتقابلوا مع بعض فيها. وبعد سنة ربنا كرمها وجابت سامح، وكانت طايرة من الفرحة إنها عملت إنجاز، لأنه ده اللي كان بيتمناه، وإن مراته الأولانية اللي هو طلقها ما قدرتش تديله الهدية دي وهي اللي اديتها له. وعدى سنتين كمان وربنا كرمها بسماح، بس بعد كده بدأت تفوق وحست إنها اتسرعت، بالذات لما كانت بتشوف بنات قدها في السن كانوا بيروحوا الجامعة، وهو كان مانعها إنها تكمل تعليمها لأنه كان بيغير عليها جدا. وكل ما كانت بتشوف صحابها وهم مخطوبين لواحد قدهم في السن وماشيين مع بعض في الشارع كانت بتتحسر وبتحزن على حالها. واول ما كانت بتخرج هي وهو في اي مكان كان الناس كلها بتستغرب وبيتريقوا، وكان دايما بيقولوا لها ان ده ابوها، وساعات كانوا بيقولوا له ان دي بنتك، لدرجه انها اتعقدت وما بقتش تخرج معاه في اي مكان. وعدت 5 سنين وهي حزينه على حالها وبتأنب نفسها في كل دقيقه، لدرجه انها فكرت تتطلق منه اكتر من مره. بس للاسف هتروح لمين؟ اهلها قطعوها وما بقوش يكلموها، ومبقاش ليها حد في الدنيا غيره هو. واضطرت انها تستمر في الحياة دي وهي مش راضية عنها. وبعدها جه جوزها وهو طاير من الفرح علشان يفاجئها ويقول لها ان هما جالهم عقد عمل وهياخدها ويسافروا السعودية. ساعتها طبعا كانت بتتكلم معاه بكل برود وما كانش فارق معاها اي حاجة، قالت هنا زي هناك، كده كده انا مسجونة. وفعلا خلص الاجراءات وسافر على السعودية. وقتها حست انها راحت في سجن، بس السجن ده من دهب، بيجي لها كل طلباتها وكل اللي هي عايزاه، بس ما عندهاش أي حرية إنها تخرج أو تكلم أي حد. وعدت السنين وفي كل مرة كانت بتطلب منه إن هما ينزلوا مصر، وكان بيعترض لأنه كان بيقول لها ما ينفعش أضيع تحويشة عمري، واستني معايا لحد ما أوصل لسن المعاش وأخدكوا وأنزل. وبعد كده ابنها وصل للثانوي، وهنا جت قالت له مش هينفع نقعد هنا، لازم ابنك ياخد الثانوية العامة من هناك ويدخل جامعة. ساعتها وافق وقال لهم خلاص انزلوا انتوا، وانا بعد ما اسوي معاشي هحصلكوا على طول. وفعلا نزلت مصر وكانت فرحانه جدا، وكانت طايره من الفرح لانها حست خلاص انها اتحررت من السجن اللي كانت قاعده فيه مع جوزها طول السنين دي. واول ما نزلت مصر قررت انها تنزل تشتري شويه حاجات. وهنا نزلت اخدت تاكسي، واول ما ركبت التاكسي لقت شاب صغير شكله وسيم جدا، انجذبت ليه وبدات تبص له وتفكر في سنينها اللي فاتت وانها اتظلمت واتسرعت. في نفس الوقت لقت السواق بيبص لها هو كمان من المرايه. وهنا اول ما نزلت من التاكسي طلبت منه ان هو يستناها ساعه لحد ما تشتري الحاجات بتاعتها. في الوقت ده رد عليها وهو بيضحك وقال لها خلاص انا هستناكي، اقعدي واعملي اللي انت عايزاه وانت هتلاقيني في نفس المكان.
خلصت الحاجة بتاعتها بسرعة جدا، وأخدت الشنط وحطتها على الكرسي الوراني وقعدت جنبه. ومن هنا بدأوا يتكلموا مع بعض، هو يحكي لها عن حياته وهي تحكي له عن حياتها. هو قال لها إن هو عنده 28 سنة وعازب وملوش حد في الدنيا وعنده فراغ عاطفي. في الوقت ده قعدت تحكي له على قصتها وتقول له إنها كمان عندها فراغ عاطفي. اتطورت العلاقة ما بينهم، بدأوا يتقابلوا ويتكلموا مع بعض لدرجة إنها استقبلته عندها في الشقة وعملوا مع بعض علاقة. ومن هنا بدأت تفكر إزاي هتجيبه كل يوم وعيالها موجودين، لأن عيالها ملهمش مكان تاني يروحوه ما بيخرجوش. ساعتها قررت إنها تحط لهم منوم في الشاي علشان أول ما يناموا تستقبله عندها في الشقة. وفعلا بدأت تنفذ ده، وكل يوم كانت بتحط للعيال المنوم وبعد كده تستقبله عندها. بس بعد كده الجيران بدأوا يتكلموا: ايه اللي بيحصل ده؟ مين اللي بيطلع عندها؟ وهنا جار جه خبط عليها وقال لها: اللي انت بتعمليه ده عيب، احنا كل يوم بنشوف الراجل ده طالع عندك، ازاي وانت جوزك مسافر بره وازاي بتستقبلي راجل غريب؟ في الوقت ده ردت عليه بكل جبروت وقالت له: كل واحد حر في شقته، انا استقبل اللي انا عايزاه، انت مالكش حاجه عندي. الله، خلاص انا بقى هجيب رقم تليفون جوزك واتصل عليه واشوف مين اللي حر في شقته. ساعتها جريت على التليفون واتصلت على عشيقها، قالت له على الجار بتاعها، وساعتها قال لها: قولي لي اسمه ايه وساكن في الدور الكام. وبعد ما عشيقها عرف معلومات عن جارها، تاني يوم شقة جارها ولعت. الجيران كلها خافوا واخدوا جنب وقالوا ان احنا ملناش دعوه باي حاجه، واللي هي عايزه تعمله تعمله. في الوقت ده كان جوزها ليه واحد قريبه فاتح محل في الشارع. اول ما سمع ده جه يهددها وقال لها ان هو هيوصل لجوزها كل حاجه. ساعتها برضو اتصلت على عشيقها، وعشيقها ولع في المحل وبعد كده في العربية بتاعته. الناس كلها خافوا منها وعرفوا انها ست شريرة واللي معاها بلطجي، فكلهم بعدوا عنها وقالوا ان احنا ملناش دعوة، مش هنقول اي حاجة. وبعد كده فكرت في فكرة جهنمية، قالت: انا لازم استقبله عندي واقطع لسنة الناس وادخله بطريقة مشروعة. وهنا اتصلت على جوزها وقالت له ان قد ايه المواصلات وحشة وقد ايه التاكسيات غالية، وانها بتفكر تعمل مشروع وفي نفس الوقت يوصلها لأي مشوار هي عايزاه. وقالت له إنها هتجيب تاكسي وعندها واحد ابن حلال ممكن يشتغل على التاكسي ده، وفي الوقت ده برضو تسلي نفسها وتشتغل محاسبة للتاكسي ويجي يديها الإيراد كل يوم. جوزها في الأول ما كانش مقتنع، بس قالت له إنها زهقانة وعايزة تسلي نفسها بأي حاجة. ساعتها جوزها وافق وبعت لها الفلوس، ونزلت هي وعشيقها اشتروا فعلا التاكسي. وبدأ المخطط بتاعهم إن هو يجيب التاكسي كل يوم يجرشه تحت البيت ويطلع لها وينزل من عندها وش الصبح، وفي نفس الوقت ولادها نايمين والناس ملهاش عندها حاجة لأن هو بيشتغل على التاكسي. بس طبعا الناس مش بالعين أي حاجة من دي، لأن هم شايفينه بيطلع عندها وما بينزلش تاني. بس جيرانها مش هيقدروا يتكلموا في أي حاجة لأنهم كانوا بيخافوا منها، بس كانت سمعتها وحشة جدا في المنطقة. وفي يوم جت بنتها علشان تقول لها إنها عارفة واحد وبتحبه، لقت أمها بتطلب منها إنها تجيبه عندها في الشقة وتقابله قدامها. وفعلا البنت جابت الولد والعلاقة ما بينهم اتطورت لدرجة إنها أقامت معاه علاقة قدام أمها. أمها عدت الموضوع وكانت بتشجعها، لأن كل اللي في دماغ أمها إن هما يبقوا زي بعض وما يبقاش في حد أحسن من حد. وفي نفس الوقت البنت لو اكتشفت أي حاجة في يوم من الأيام ما تقدرش تتكلم ولا تفتح بقها. الوحيد اللي ما كانش عارف بأي حاجة هو ابنها اللي في كلية الطب، وكل ما كان بيسمع كلام وحش عن أمه ما كانش مصدق. بس في نفس الوقت كان في حاجة مشككاه في الأمر كله، لأنه كان كل ما بيشرب كوباية الشاي كان بينام، وكان بيسأل نفسه: ليه أنا بنام كل ليلة؟ وإيه اللي بيحصل بالظبط وما بشوفش السواق اللي بيجي يحاسب أمي؟ وهنا قرر إن هو ما يشربش كوباية الشاي، وفعلا عمل نفسه إن هو بيشربها ودلقها في الحوض، وبعد كده دخل ينام علشان يسمع أمه وهي بتستقبل السواق. وقعد شوية كده علشان يشوف هتعمل إيه، وهنا لقاها واخداه ودخلت أوضة النوم. وبعد كده قام وجري على أوضة النوم، وأول ما فتح الباب شاف أمه هي والسواق في منظر محدش يتحمله. وقبل ما يتكلم ويقول أي حاجة هجم عليه السواق وشل حركته، وأمه جابت أشرب وراحت لفاه على رقبته وبدأت تضغط عليها علشان يموت. وفجأة البنت سمعت الصوت وجريت على الأوضة، بتبص لقت أخوها في إيديهم وهم بيخلصوا عليه. وطبعا ما قدرتش تتكلم ولا تقول أي حاجة ولا تدافع على أخوها، لحد ما أمها اتأكدت إن هو مات في إيديها. وهنا السواق طلب منها تجيب ملاية علشان تلفه فيه وياخده معاه في شنطة العربية ويروح يدفنه في منطقة في المقطم. وفعلا بعد ما خافوا الجثة الناس كلها بدأت تسأل على سامح، وكان رد أمه عليهم إن هو ساب الدراسة وسافر العراق علشان يشتغل. الوحيدة اللي ما كانتش مقتنعة بأي كلام بيتقال هي جدته مامة أبوه،
كانت دايما بتكره مرات ابنها وكانت بتخاف منها وكانت معترضة على الجوازة دي من الأول. وهنا اتصلت على جوزها علشان تقوله إن في حاجة غلط بتحصل عندهم، وإن ابنه مختفي، وكل ما تيجي تسأل عليه يقولوا إن هو ساب الدراسة بتاعته وسافر علشان يشتغل في العراق، وكل الكلام ده مش مقتنعة بيه. وساعتها نصحت ابنها إن هو لازم ينزل علشان يشوف إيه اللي بيحصل بالظبط. في الوقت ده قال لها خلاص أنا بسوي المعاش بتاعي وهنزل على طول. وساعتها اتصل على مراته وقال لها على اليوم اللي هينزل فيه، وكان التوقيت ده كان رمضان. بعدها اتصل على امه وقال لها خلاص يا ماما انا نازل في اليوم الفلاني، بس اول يوم هفطره مع مراتي وعيالي وتاني يوم هاجي عندك افطر. وفعلا نزل وهي استقبلته هي وعشيقها وبنته في المطار، واخدوه ووصلوه على البيت. فلقى المغرب قرب جدا، فطلب من السواق ان هو يطلع يفطر معاهم بما ان الوقت اتاخر ومش هينفع يفطر في الشارع. وفعلا طلع معاه علشان يفطر. وبعد الفطار مراته عملت له شاي، وبعد ما شرب كوبايه الشاي نام على طول لانها كانت حاطه له منوم. بعدها قامت هي وعشيقها وبداوا يموتوه بنفس الطريقه اللي مات بيها ابنها. وبعد ما اتاكدوا ان هو مات عشيقها جه وفصل راسه عن جسمه، وهنا لف الراس واخدها وقال لها ان هو هيروح يدفنها مكان ما دفن ابنها، وهي تقعد تقطع باقي الجثمان لحد ما يجي ياخد جزء جزء ويدفنه هناك. والكارثه ان بنتها كانت واقفه وشايفه كل حاجه، بس طبعا ما كانتش قادره تتكلم ولا تعمل اي حاجه لان امها كانت بتهددها طول الوقت. ونزل الواد ده أول مرة الراس، وبعد كده بدأ ياخد بقية الجثمان علشان يروح يدفنه جنب الأجزاء التانية. والكارثة إن هما بعد ما خلصوا كل شيء وخلصوا على جوزها ودفنوا مع ابنه هناك عملوا علاقة مع بعض واستمرت الحياة عادية جدا. وهنا بدأت أمه تتصل عليها علشان تسأل على ابنها. ساعتها ردوا عليها وقالوا لها إن هو أصلا ما جاش، وإنها ست كبيرة وبتخرف وإن الكلام اللي هي بتقوله ده كلام فاضي. الأم خافت على ابنها وحست إن في حاجة غلط، وهنا راحت القسم علشان تبلغ باختفاء ابنها. في الوقت ده بعتوا لمراته وبنته علشان يستجوبوهم. قالوا لهم ان مفيش اي حاجه من دي وان ابنها ما جاش اصلا من السعوديه، والست دي كبيره في السن وبتخرف وبتتبلى عليهم. ساعتها الضابط ما خدش ودة في الكلام وحس ان الموضوع فعلا كله كيدي وان الست كبيره ومش فاهمه حاجه، وبعد كده مشاهم. بس بعدها ام الزوج ما سكتتش واتاكدت ان في حاجه غلط حصلت، وراحت اكتر من مره القسم لدرجه انها فضلت تعيط للضابط وقالت له افتح لي محضر والله ابني حصل له حاجه. وهنا حكيت له على اللي حصل مع ابن ابنها، وقالت له انا خايفه يكون حصل ابنه لان ابنه اختفى مره واحده. وهنا فضل يكلمها وياخد منها معلومات، وعرف ان ابنها اتصل عليها وقال لها ان هو نازل في اليوم الفلاني. وفعلا اخذ المعلومات والبيانات بتاعته وراح سأل عليها، وعرف ان هو نزل في نفس اليوم والساعه اللي الام بتقول عليها. وبعد ما جمع التحريات على مراته وعلى بنته عرف انها سمعتها سيئة جدا، وان السواق اللي شغال معاها ده هو عاشقها، وانها على علاقة معاه من زمان، وان ابنها اختفى مرة واحدة ومحدش عارف هو فين. فهنا جابوها هي وعشقها وبنتها عشان يستجوبوها. كلهم انكروا الا واحدة بس، هي اللي انهارت واعترفت بكل شيء، وهي بنتها، وحكت على كل حاجة. في الوقت ده جابوا السواق وواجهوه بكلام البنت. السواق ساعتها انهار وقال لهم منها لله هي اللي غوتني وهي اللي مشيتني في الطريق ده وانا ما كانش ليا ذنب في اي حاجه. وقعد يعيط واعترف برضو على كل شيء. ولما واجهوها باقوال بنتها والسواق هي كمان اعترفت وقالت نفس جمله السواق، منه لله هو اللي اغواني وخلاني امشي في الطريق ده. وفي الاخر تحولوا لمحكمه الجنايات واتحكم عليهم بالاعدام هي وعشاها. اما البنت لانها كانت لسه حدث اتحكم عليها ب10 سنين واعتبروها شهاده ملك في القضيه. ودي كانت ابشع جريمه حصلت في سنه 1985.